السلام عليكم، جمعة طيبة مباركة معطرة بذكر الله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مرحبا بكم، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. راح نشارك معاكم اليوم الوصفة تاع صابلي 250 غرام زبدة، وتقطع لك كمية ما شاء الله للفطور الصباح وقهوة العصر، ويليق حتى للضياف، وتقدري حتى تحضريه وتروحي نوزها مع الأطفال تاعك. نروحوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. لهنا في الإناء اللي نخلطوا فيه حطيت 250 غرام زبدة، ضفت لها ساشي تاع لافاني، ولهنا راح نضيف كاس إلا ربع، يعني نقص صبع سكر ناعم، راح نضيف كاس ناقص صبع تاع مايزينا أي النشا، ننخلوه مليح بهكش ما فيه شوائب ولا تكتلات. عندي لهنا بيضة كاملة و2 صفار، راح نفصل البياض على الصفار ونضيف الصفار برك. ثم عندي 250 غرام زبدة، كاس نقص صبع مايزينا، كاس نقص صبع سكر غلاس، 2 صفار بيض وبيضة كاملة، ولافاني قرصة ملح. نخلطو بيدينا حتى تولي الخليط كريمي، ولا نستعملو الباتور باه يجي صابلي تاعنا خفيف وما يتشبعش. ولهنا نبداو نضيفو في الفرينة بالتدريج ونطمو لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا. نضيفو بالتدريج وما نديروهاش شايحة بزاف، وما نديروهاش تلاصق باليد، تجي طرية. ونضيفو نص ساشي تاع خميرة الحلوى، انا نسيتها خلاص، حتى حنطبع الحلوى تاعي باه تفكرتها. هذا هو القوام تاع لاباط تاعنا. نقدروا نديرو في يدنا نشوفوا القوام تاعها، ومن بعد نجيبو كيس ولا بلاستيكي ونحطو لاباط تاعنا ونطرحوها ونبداو نطبعو. الطابع تاعنا نحطوه في الفرينة ونطبعو، ماشي نبقاو نطبعو ونحركو في الحبة حتى يتفزت الشكل تاعها، جيست نطبعو نهزو ونحطو الطابع برك. الطابع نحط الطابع ولا القطاعة، كل واحد حر يدير الطابع اللي يبغي في. تما انا درت بالقطاعة هذه، ولكم الاختيار، كل وحدة دير القطاعة اللي تحب هي ولا يحب وليداتها. لا انا درتها هكا، وكي طيب تزيد تتنفخ شويه، خير ما نديرها خشينه وتزيد تتنفخ وتولي عاليه بزاف الحبه. وهذه هي الكونتيتي اللي قطعتها لي 250 غرام. ونحطو في الفرن نطيبو. انا حطيت الفرن تاعي يسخن على 160 درجه قبل ما نبدا نطبع، ومن بعد طيبتهم جاو حميمرين، وشوف كيف جاو محافظين على الشكل تاعهم، ما تقلصوا ما تكمشوا ما والو. نلصقهم بالمعجون، ومن بعد ندير لهم شويه معجون من الفوق، ونزينهم بالكاوكاو مقلي ومرحي شويه خشين ماهوش رقيق بزاف. كاينين حبات اخرين طيبتهم حميمرين، كل واحد كيفاه يشتي في الدار. والتزيين اختياري، انا زينت هكا وانتي زيني كيما تحبي، بغيتي ديري نواه كوكو والكاوكاو ولا ديري الشيكولا كيما تحبي. ومن بعد كي خلصت ذوبت الشوكولا وجبت نزين ندير خطوط هكا على الاطراف تاع الحبات. هكا حتى نكملهم كامل.
هذه هي الحلوى تاعنا في شكلها النهائي. نحطها في صحن تقديم. أنا قطعتها هنايا درت شكلين، وانتم تقدروا ديروا حتى 3 أو 4 أشكال، تقدروا ديروا بفرد شكل. هذه هي الحلوى تاعنا، وجات تذوب في الفم، وجات ما شاء الله. لهنا نقطع معاكم تشوفوا القوام تاعها. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم ورضاكم. هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. نتلاقاو في فيديو آخر ووصفة أخرى. نخليكم على خير، بسلامة.